هي تقدر تعرف ده وهي في البيت يعني وقبل ما تروح لدكتور مثلا؟ في علامات كتير تمام. تقول لنا ان المدام دي دخلت في اجهاض. في يعني وهي في البيت مش مطلوب منها طبعا انت عارفه كل حاجه زي ما تكون في بس اللي هو المستشفى. يعني لكن احنا تتخض ولا انا تبقى جايه فاهم لك مطمنه، ده قصدي بس. انا لا، هي فاهمك عمرها ما هتيجي مطمنه، بس بالظبط. يعني هي لو نزل نقط الدم هتيجي مرعوبه طبعا. بالظبط. ايوه بس طبعا. احنا دورنا في البرنامج هنا ان احنا نحاول نفهمهم ونوعيهم اكتر أيوة. حاجه بالنسبه للاجهاض كصوره كامله يعني. ايوه. فهي دلوقتي لازم تبقى فاهمه كويس ان مش اي وجع مثلا بيحصل في البطن من تحت تعبر عن ان ده كده انا بسقط كده بيبي هينزل، لا. تمام. الوجع بتاع انقباضات الرحم ليه صفات. الوجع ده لازم تكون هي فاهمه كويس الوجع ده طبيعي ولا لا، لان هي في الاول والاخر كائن بشري عادي جدا. ممكن تمام. يكون عندها اي اسباب تانية، عندها زايده، عندها مراره، عندها كلت اكله وحشه من عند اي حد بره صحيح. ودخلت أيوة. في نزله معويه. أيوة. فبالتالي احنا عشان نفرق بينهم ازاي، الالام بتاعت انقباضات الرحم دي بتبقى ليها صفات معينه. اولا مش بتقل بالمسكنات، يعني هي تاخد مسكن الوجع لسه زي ما هو بيجي. تمام. ثانيا الوجع مثلا كان بيجي كل 3 ساعات بقى يجي كل ساعتين، كل ساعه، كل نص ساعه، كل ربع ساعه. الفترات اللي بين كل مره والتانيه بتقل. دي علامات. دي معناها ان دي انقباضات رحم. الوجع نفسه في البطن من تحت وبيسمع في الظهر جامد قوي وتحس ان بطنها بتشد على تحت. دي كلها محاولات من الرحم ان هو بينقبض عشان يخرج البيبي من جوه. طيب العلامه الثانيه ممكن نتكلم فيها هي نزول الدم. الاجهاض المنذر دايما بيكون نقط دم بسيطه نزلت مثلا النهارده وما ينزلش تاني بكره، او كملت لحد بكره بس وقفت لوحدها. ده يخليها تتاكد برضو ان احنا في حاجه غلط، اروح للدكتور بتاعي. نزول ميه، لو الجنين كبر شويه وبقى فيه بدا يتكون حواليه ميه، تمام. بدا يجمع حواليه ميه حلوه، نزلت ميه عليها، ده مش وقتها تنزل الميه. المفروض صحيح. الميه ما بتنزلش الا عند الولاده. صحيح. ده لو كان طبيعي كمان. تمام. فبالتالي نزول الميه تخليها تخاف، ايه اللي ينزل عليا الميه دلوقتي؟ لا اروح للدكتور. ايوه. وهكذا. مثلا لو هي بدات تحس حركه الجنين، بتعد حركات البيبي، النهارده مش حاسه حركه ايوه. ولا بكره حاسه حركه، يبقى في ايه؟ اروح بقى للدكتور. ده ممكن أطمن. يكون نوع من انواع الاجهاض اللي هو الاجهاض المنسي. الجنين أيوة. توفى لا قدر الله أيوة. وما حصلش انها ما فيش اي اعراض تانية، فهي مش حاسه حركه بس. دي كلها علامات تخليها تلجا انها تروح للدكتور وتتابع معاه في ايه، طب انا ليه في حاجه غلط.